عارفين إن العذراء زرعت 12 فدان بنبات البلسم بمية حموم الطفل يسوع؟ لما كانت العيلة المقدسة لسه في مصر، عدوا على المطرية وهم ماشيين شافوا شجرة، فقعدوا تحتها يرتاحوا شوية. وزي أي قامت العذراء تحمي الطفل يسوع، وبعد ما حمته راحت رمت المية على الأرض اللي جنب الشجرة، وساعتها أهل القرية وبخوها. بس في الحال الأرض اللي رمت فيها العذراء المية طرحت نبات غريب وريحته ما كانش ليها مثيل، وكانت في منتهى الجمال. والنبات ده كان اسمه البلسم، وانتشر حوالين الشجرة في كل مكان لدرجة إنه غطى مساحة 12 فدان. واللي أكد الكلام ده أبو المكارم، واحد من أهم المؤرخين المسيحيين. والنبات ده ما كانش موجود في أي مكان تاني في العالم غير حوالين شجرة مريم. وحاول ملوك كتير ياخدوا البلسم ويزرعوه في قصورهم، لكن الزرعة كانت تدبل وتموت، لأن البلسم ده كان بيتغذى على مية إمبير اللي طلعه المسيح بنفسه. ومع الوقت فضلت مساحة البلسم تقل لحد ما وصلت في القرن ال13 ل7 فدادين بس. ولغاية وقتنا ده ما بقاش فيه ولا زرعة بلسم، وما فضلش غير شجرة مريم بس. والبلسم ده كان نبات عجيب عشان بيستخدم في حاجات كتير قوي زي زيت الميرون، ويدخل في الأدوية والعطور، وكمان ليه قدرات علاجية غريبة. والبلسم كان نادر جدا، والملوك كانوا بيهدوه لبعض ويدفعوا وزنه ذهب عشان يشتروه، عشان كان نادر الوجود. وكل سنة وانتوا طيبين بعيد صوم أمنا العذراء. يا رب العذراء تحقق كل أمانيكم وتشفع فينا قدام السيد المسيح. صلوا من أجلنا وادعمونا دايما في قناتكم، قناة الراعي الصالح.